حياكم الله فيديو جديد بيوم جديد مع عبد الله الجزاف. اليوم عندنا لقاء حلو خفيف ظريف مع يوتيوبرز. كل واحد يعرف باسمه. خالد نزر من قناة الزبدة. نعم. أنا عمر من قناة عمر دايزر، قناة تكنولوجيا وتك. سيد محمد الهاشمي من قناة دكتور علي هاشمي، قناة نعم. تقنية. نعم. كل التقنيين هنا معاك. تقنيين وانا هاوي التقنية يعني. اول سؤال عندي لكم يعني شنو شايفين مستقبل اليوتيوب ككويتيين او كناس شغالين بالكويت؟ حلو. قاعد طالعني عشان انا يمين ايه زين. اشوف اليوتيوب عندنا احنا في الكويت اشوفه شوي متاخر مقارنه الدول المجاوره مثل السعوديه مثلا. اشوف الكويت شوي متاخره في الناحيه هذه. يعني انا كنت اشوف انا بدايتي كانت بالانستغرام، لان كنت اشوف ان الكويت عندها اهتمام اكثر بالانستغرام. نعم. بس في الفتره الاخيره هذه كنت اشوف في وايد كويتيين قاموا يعني بينقلون، حتى انا واحد منهم اللي بنتقل من الانستغرام الى اليوتيوب، لان اشوف هو اسهل من ناحيه انك تنسق فيديوهاتك، سكيدجولينج فيديوهات تكونون طويله، فيديوهات يكونون موجوده مو بس على مثلا التليفون، يكون على الكمبيوتر وعلى الاجهزه الاخرى مثلا. فانا عن نفسي اشوف ان اليوتيوب هو النكست ستيب. و بالكويت خصيصا اشوف ان حاليا ما في عندنا وايد مواد كويتيه تطلع بالسوق. يمكن 2-3 بالتك، 2-3 مثلا بشغلات معينه، بس ما عندنا وايد كثر. احس الدول الخليج حتى دول مثلا الدول العربيه الثانيه اللي مثلا انا هلا اردن انا مره مثلا تشوف حتى الجزائر، المغرب، حتى صوب الدول الاخرى في عندهم وايد ناس. بس بالكويت اشوف شويه السوق متجه اكثر ناحيه السناب شات والانستغرام. فانا ودي اشوف اكثر حتى يشتغلون باليوتيوب. صحيح. انا يعني من الفتره اللي عايشت فيها اليوتيوب، اللي اشتغلت فعلا فيها باليوتيوب، لاحظت ان السوق متعطش بالكويت. يبي ناس تتجه لليوتيوب، مو دائما تتجه الى الشيء السهل اللي هو مثلا ارفع التلفون وصور. هذه سهوله مثلا بالانستغرام او السناب شات او البرامج اللي تعودنا عليها مؤخرا. شايف ان اليوتيوب تقدر تلخص او مو تلخص، نقول تقدر تطلع فكرتك كامله. بالانستغرام وسناب لازم تلخص عشان الناس ما تمل مثل اليوتيوب. اليوتيوب اللي داشه غالبا يبي طالع مده طويله، عارف انه داش مده طويله، راح ياخذ معلومات اكثر. اللي مثلا بالسناب ممكن نزله تيجي حركه خفيفه بالايد، يمسح كل مجهودك اللي انت سويته. وبعدين في شغله ثانيه مهمه، توثيق باليوتيوب انا اشوفه وايد افضل حق صناع المحتوى. يعني مثلا تلقى واحد تعبان ومسوي ورايح متعني على مكان صجي، يعني تعبان كمحتوى، كجوده، كموضوع، بالاخير يروح 24 ساعه يروح 24 ساعه. اي فهذه انا اشوفها ان نقطه ضعف بالبرامج الثانيه. عندنا اليوتيوب هم سوى شيء جديد، اغلبكم كلكم يعرفه، موضوع الستوريز. انا لح ما اشتغل عندي ستوريز، بس ان شاء الله الايام الجايه سوى خطوه حلوه، انه في مجال ان ننقل الاشياء الحلوه اللي عندنا بالسناب بالانستغرام ننقلها على اليوتيوب، ويصير فيه تفاعل اكثر. ممكن يتطور اكثر بالعالم العربي، خصوصا بعد ما فتحوا يوتيوب سبيس عندنا، صار نوعا ما التفات لصناع المحتوى بالعالم العربي. اتذكر يوم رحنا يوتيوب سبيس انا وياك شهر 3 بدبي. ايه يوم رحنا شهر 3 قالوا لنا صار جنب محترم بالعالم العربي من الناس اللي عندهم مشتركين اكثر من 1,000,000، وصلوا يمكن 200 واحد على مستوى الوطن العربي. مين اللي كان واقف ورانا يوميا؟ اي ما شاء الله، يعني كانت واقفه ورانا واحده عندها 6 ملايين او 7 ملايين ذاك الوقت. الحين وصلت 10 يمكن. لا طافت 9 10 يمكن الحين، وهي اكبر يوتيوبر عربي. طلعت في يوتيوب ريوايند. ايوه صح. ويعني صدمنا من كميه الناس اللي ما شاء الله اللي عدوا الملايين بالموضوع هذا. بس هذا رايي انا، اتوقع يعني شملت كل شيء، حركت عليكم كل شيء. تفضل عمر.
هو انا شايف الناس هنا اللي بتتجه لصناعه المحتوى اكتر مش مركزين عليه ان هو هوايه اكتر ما هو بيزنس. في الكويت بالذات يعني، في الخليج تلاقي مثلا واحد غاوي يصور، غاوي مثلا يتكلم عن موضوع معين فبيصور نفسه خلاص، مش فارق معاه النتيجه يعني. نعم. هنا الناس واخداه اكتر بيزنس. ففي الكويت انك تحول قناه يوتيوب لبيزنس صعب جدا حاليا للاسف يعني. السناب والانستجرام شغالين احسن بكتير في الموضوع ده. انت مثلا عايز تعمل اعلان لحد فتروح تصور له المكان بسرعه واتكلمت مع الناس تتفاعل معاك بسرعه. يوتيوب مش واخد حقه في النقطه دي عشان الفيوز برضو من الكويت تعتبر قليله مقارنه بحجم الدول التانية. ف مش عارف يعني، حاسس حجم الدوله برضو مؤثر على الموضوع. صحيح عدد السكان. آه. بس تلقى ممكن في دوله ثانيه مثل الاردن مو وايد فرق بيننا وبينهم عدد سكان، مو وايد صح؟ وايد كم 5 6 الاردن والله ما ادري. انا قاعد افتي ما ادري، بس انا اتذكر تكتب المعلومات تسوي لها ريسيرش قبل ما تتكلم. جبال خلينا ندور على ويكيبيديا. بس مثلا الاردن مجتمع قريب مثلنا لكن متفاعل اكثر مع اليوتيوب اكثر من البرامج الثانيه. يعني حتى صناع محتوى بالسناب والانستغرام تلقاهم يتابعون الكويت مثلا اكثر. وانا هذا اللي مركز عليه، ان فكر المجتمع مو وايد قريب من اليوتيوب عندنا. ايش رايك سيد؟ بالنسبة لي يمكن من الأشياء اللي أثرت فعلا على الكلام اللي أنت قاعد تقوله أو الكلام اللي قاله عمر، بأن اليوتيوب ما كانت منصة أساسية عندنا من قبل، لأن إحنا كان عندنا إنترنت قوي من زمان. زين، وهذا الشيء وايد أثر على أن إحنا ندخل في الانستغرام والسناب شات، ووايد سهل عندنا صور أي شيء ويطلع معاك على طول. باقي الدول اللي صار عندهم ان الانترنت بطيء فما دخلوا بستوري الانستغرام اساسا، لانه ياخذ ريزولوشن كامل، الوضوح كامل، فكان ثقيل. الدول هذه ما تبطل، مره تبطل 10 ايام تلقاه يختفي زهق وهو يشوف الدائره وهي تلف. اثر عندنا وايد على التسويق. المحلات صارت المحلات، الشركات، اي احد انت تبي منه سبونسر تبي تتعامل معاه داخل الكويت يطالع الانستغرام. انا يمكن استوعبت بعد 2 إلى 3 سنين شغل على الانستغرام ان انا كان المفروض ابدا باليوتيوب مو بالانستغرام. انا توني الحين صار لي سنه على اليوتيوب. اي ما شاء الله. فاستوعبت متاخر ان العالم كله يطالع يوتيوب ما يطالع انستغرام. حتى الشركات الكبيره لما تيجي تراسلني على عندي 50,000 باليوتيوب حاطين عليهم على 50,000، اقول لهم ترى راح اسوي جزء من الفيديو واحطه على الانستغرام عندي 150,000. يقول لي ما ابي الانستغرام، يقول لي ما ابي الانستغرام، ما يطالعون عرفت؟ فينزل سعره يقول لي انا ابي اليوتيوب بس. فهم وايد عندهم هذا الشيء. الشغله الثانيه اليوتيوب، مؤخرا دريت ان اليوتيوب ترسل قائمه بالاشخاص الجدد اللي دخلوا الساحه. نعم. واللي عندهم تفاعل كبير واللي لهم مستقبل يرسلونهم للشركات. نعم. وبهذه الطريقه الشركات ترسل لي ايميلات. بالبدايه ما كنت استوعب، توصلني ايميلات اوكي الشركه وين طاحت علي يعني. الاكونتات اللي موجوده كل واحد عنده مليون واللي عنده 500,000، انا 50,000 وين حاطينها يعني وين ممكن يصيدك هو، خصوصا انه ما يفهم لغتك فما راح يبحث فيها. ما يشوف انت شنو قدمت. لين اخر ايميل وصلني الاسبوع اللي طاف من واحده من الشركات كتب لي انه من الريبورت اللي جالي من اليوتيوب. نعم. فهو محدد التارجت واليوتيوب قاعد يسوق. نعم. فاعتقد ان احسن فرصه الحين هي اليوتيوب مو الانستغرام مو السناب شات. حرام نضيع الوقت هذا. صناعه محتوى احنا محتاجينه فعلا في الوطن العربي. بعدين انت لازم تشوف بنفس ما قال عمر، ذكر السالفه ان انت قاعد تصنع محتوى حق هوايه او بزنس. هني اشوف هذا شيء كبير، وتبي تكون محلي او انترناشونال. فاشوف انا لما بطلت الانستغرام خلال 6 شهور، حتى ما كان عندي يمكن 8000 فولور او 9000 فولور، كلموني اكسايت الغانم اللي هو بالكويت. نعم. لما تروح حق اليوتيوب تشوف يكون اكثر محتواك حق العالم العربي، حق الانترناشونال ماركت، ممكن يكلمونك مثلا شركات عالميه. فهني يعني انت تشوف التارجت مالك مثل ما قلنا احنا اكثر الناس اللي بالكويت مهتمين حق تسويق المحلات او المطاعم، فيكون اكثر حق الانستغرام اللي هو يكون المحلي اكثر. احس المحلي صح. احس انا هذا شيء يعني كصناع محتوى كويتيين، هذا اللي يروحوا له انه يشوفون حق الكويت، حق الدوله الصغيره هذه، يشوفون الانستغرام هو اكثر يكون في بالضبط يتوجهون حق الانستغرام. في نقطه برضو مهمه. انت لما تيجي مثلا تيجي تفتح الانستغرام تعمل ايه؟ بتعمل سكرول فوق كده، عمال الفيديو اللي يقف قدامك اوكي هقف اتفرج عليه كام ثانيه وكملت بعد كده.
فما بتاخدش يعني اللي بيتفرج عليك مش مستني يشوف منك الفول برودكشن بقى وعامل له جو وتصوير وحاجه بروفيشنال، مش حاجه في السريع. لكن يوتيوب انت بتعمل ميني فيلم، يعني بتعمل فيلم صغير باجواء، بتعمل عندك معدات وبتاع، واللي بيدخل عليك انت، انا عايز اشوف الفيديو الجديد بتاعك تحديدا. لكن بفتح انستجرام مثلا ما بفتحش ادور ده بروفايل مين نزل النهارده، بشوف لان كله اللي نزله النهارده ايه وخلاص اللي طلع اليوم وخلاص. لكن انا عايز اشوف فيديو معايا في يوتيوب مثلا بتاع الشخص ده النهارده نزله او هينزله بكره انا متحمس ليه. فدي نقطه لصالح اليوتيوب اكتر بكتير يعني تعبك بيظهر اكتر بكتير على البلاتفورمز الثانيه. وبعدين في شغله مهمه، هالمنصات هذه كلها يعني اللي عنده ثقل بالانتاج ما يفكر فيها. الثانيه المنصات الثانيه اول شيء راح تحكر ابداعه. انت لازم تصور بتليفون صح ولا لا؟ غالبا يعني لازم تصور بالتليفون او تتفاعل بالتليفون. انت عندك تسويق لمحتواك اللي على اليوتيوب. ايوه نفس الشيء انا قاعد اطلع مثلا بعض الارباح مشيه بالوطن العربي ككل، بس ممكن تعطيك دزه كاغراء بسيط، بس طبعا ماكو شيء بالعالم العربي ما كمان. هذا كان قاعد يقول ماكو شغل فيه، انا اطلع نص راتب من اليوتيوب فخلوه والله انا على اتكلم عن سكيلينج مو كلام فاضي، اتكلم عن سكيلينج. خذ راحتك تفضل. المهم فيديو خفيف ظريف شاركنا مع اخواننا، راح تلقون لينكات قنواتهم تحت، الانستغرام كامل ان شاء الله. كلمه اخيره على السريع. من ناحيتي انا ان الانستغرام احس السكسس ريت ماله يصير شورت تيرم، اليوتيوب احس يكون لونج تيرم اكثر. يعني هبه يعني احس الانستغرام يكون هبه اكثر، بعدين لازم دائما تغير محتواك. يعني انا شفت بحسابي او شيء اني كنت بحط فيديو ينزل بدقيقه، بس مع الفتره تشوف الناس يملون من الشغله، مثلا يبون يشوفون شيء مختلف. باليوتيوب احس الناس يحبون هالشيء اللي الروتيني ان كل اسبوع ينزل فيديو، ويحبون طريقه معينه ويسوون شيء معين. وهذا الشيء اللي انا حتى ودي اغير. يعني انا صار لي 2 سنين بالزبده بالانستغرام، بس يمكن 6 اشهر بس اللي قمت يعني اتعمق اكثر باليوتيوب، واحس انه تحسبت على الوقت اللي ما حطيته على اليوتيوب. 6 اشهر انا اقول لك 2 سنين انا ضيعته استوعبت متاخر. فاحس وايد متاخر، ان احس انه حق الشغله اللي انا بسويها اليوتيوب وايد افضل يعني حقي انا. شوف عمر، انا يعني ممكن اقول انا في ناس كتير جدا بتسالني على موضوع احنا لسه في امل ندخل في يوتيوب، اتاخرنا ولا في مجال؟ انا اقول في مجال اكيد، كل يوم بيطلع في ناس جديده بتوصل مليون في شهر اساسا. لا في مجال، واتمنى ناس كتير من الكويت تدخل في الموضوع، وفي بوتنشال هنا كبير، وممكن دخول ناس كتير بحجم اكبر يخلي يسلط الضوء اكتر على اليوتيوب في الكويت يعني. بس سيد اي كلامه صراحه 100% صح. ما في شيء اسمه السوق تشبع، وايد اسمع الكلمه هذه برا، السوق تشبع ما اقدر ادخل. انا داخل متاخر وايد. انا داخل صار لي سنه باليوتيوب. نعم. وحتى بالانستغرام لما دخلت اخر واحد. بس انت سنه فعليه باليوتيوب، بس قبل كان عندك فيديوهات على اليوتيوب؟ كان عندي فيديوهات على اليوتيوب كنت اخذها من السناب شات، لان كنت اصور هناك مواضيع كامله، فاخذ الفيديو شوي امنتجه وانزله. ففعليا بديت باليوتيوب انه هو القناه الاساسيه مالتي، ومنه اطلع فيديوهات حق الانستغرام سنه. نعم. فما في شيء اسمه السوق متشبع، السوق ناقص بشكل خيالي. اي احد يدش تعال قدم اي شيء، يشوف شلون الجمهور يعني على طول تلقاه يتجاوب معاك ويدخل معاك وينطر معاك الفيديو الجاي اللي انت تبي تنزله. نعم. واعتقد ان سر النجاح هو بالاستمرار. اكيد. احنا ما نقلل من وسائل التواصل الاجتماعي الثانيه، احنا قاعد نقول وجهة نظرنا بس. خايف؟ خايف؟ لا مو خايف. صادوني. احنا ما نقلل امانه، كل واحد مبدع بمجاله، كل واحد مبدع بمنصته. صراحه يعني انا لو مو من الانستغرام، التشجيع اللي يعطيك اياه في الشورت تيرم كان يمكن حتى ما كملت، لان الانستغرام يعطيك هذا الشورت تيرم. يعطيك البوش يعني. فما اشوف انه يعني ما اقول انه سيء، لانه هو صدق بكل صراحه
فادني وايد إيه. بالمرحله القصيره يعني. منصه من المنصات أي. يعتبر. يعني تقدر تستخدمهم كلهم، مو شرط تستخدم واحده منهم. لازم كلهم. احس أي. اذا ما بنيت اسمك بكل المنصات تصير ضايع. طبعا يتعبك اكثر هذا الموضوع. إيه، إيه. طبعاً. غير عن لما تركز بالمنصه التويتر حتى كلش يعني والله. واحد من الاشياء اللي يعني مهملها. ما عندي ولا فورة. خليه ميرور حتى يعني بقيه الحاجات بالضبط انا مسوي كذي، اي شيء يتنزل على الانستغرام وهو ينزل هناك، اي شيء لك وجود يتنزل يعني. يوتيوب يعني. يوصل. عموما هذا حوار مع شباب ربعي، انا اعتبرهم اكثر مما هم يوتيوبرز. بنهايه الفيديو لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، قنوات الشباب تحت واكونتاتهم تحت، ومع السلامه. شرف فيك.